يا صباح الخير، نهاركم طيب سعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا بخير والحمد لله. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم، اللي جيت من الطريق ولا اول مره تشوف قناتي، نقول لك حبيبتي ادخلي للقناه واشتركي وفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد. مشتركاتي ما تبخلوش عليا بليجام والتعليقات الحلوين تاعكم، وبارطاجيو الفيديو تاعي لو ماكسيموم مع صحاباتكم محبباتكم لتعم الفائده. ونبداو الفيديو تاع اليوم على بركه الله. في الفيديو تاع اليوم راح نشارك معاكم عشاء النص من رمضان ولا عشاء النصفية، كل واحد كيف يقول له. اكيد عاداتنا وتقاليدنا في النص من رمضان نديروا اكلات تقليديه. انا هنا راح نشارك معاكم البربوشه. كاين اللي يديرها بالدجاج، كاين اللي يديرها باللحم. انا هنا حبيت نديرها بالكرشه، جات بزاف بنينه، طريقتها جد سهله وبسيطه. والبنايه البنات ما نحكي لكمش. وراح نشارك معاكم عصير جد صحي كما راكم تشوفوا تاع البيطره، طريقته ثاني جد سهله، خاصه اللي عندهم لانيمي راهو مفيد بزاف يا البنات. وثاني راح نشارك معكم حميص ثاني على السريع. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كميه تاع الكرشه اللي شاركتها معكم المره اللي فاتت، اللي قلت لكم انا نوجدها هكذا مداويه منقيه، اكيد مقطعه، نحطها في دي ساشي كي نجي نستعملها نلقاها. بالنسبه للخضر واش استعملت عفوا حبيبه بطاطا، حبيبه جريوات ولا قرعه خضراء، مع حبيبه تاع زروديه، كميه صغيره برك تاع حمص. وثاني عندي طماطم ولا لاصوص طوماط ثاني كيف كيف لي وجدتها في الكونجيلاتور تاعي. كما دايما نقول لكم التحضيرات المسبقه ذو بزاف هايلين، جوست الطبق تاعك ولا الوصفه تاعك راح توجديها مون بار ربيع ساعات تكوني حطيتيها على النار تاعك. نصي ساعه سويعه راح يكون تكون الوصفه تاعك ولا الطبق تاعك واجد. هنا في لاكوكوط كما راكم تشوفوا حطيت كميه تاع زيت حوالي 2 ملاعق، حطيت كميه تاع بصل حوالي بصيله هكذا تكون صغيره. طماطم تاعي قلت لكم اللي وجدتها معاكم، اكيد زوج سينات ثوم، الكسكسي يحب الثوم. بالنسبه للخضر قلت لكم استعملت حبيبه تاع بطاطا قطعتها كما راكم تشوفوا، وكيف كيف زروديه وثاني القرعه. ضفت ثاني الكرشه تاعي ولا البكبوكه، كل واحد كيف يقولها. هنا بالنسبه للتوابل استعملت جوست فلفل اسود واكيد الملح وفلفل احمر، تقدروا تضيفوا الحار اذا كنتوا تحبوا الحار. وهنا ضفت ملعقه تكون صغيره برك تاع طماطم العلب، على خاطر استعملت لاصوص طوماط هذيك. قلت لكم انا لاصوص طوماط نديرها بازيك باه نستعملها في الاطباق تاعي كامل، راهي جوست فيها ملح وفلفل اسود. حطيت لاكوكوط تاعي تتقلى على نار تكون قليله، كما دايما نقول لكم سر بنه اي صوص لازم نقليوها بيان. خليت لاكوكوط تاعي تتقلى من جهه، ورجعت هنا للبربوشه تاعي. قلت لكم انا نحب البربوشه ولا الكسكس يكون رقيق، نتوما واش ما حبيتو. وهنايا انا نغسلو على خاطر هنا راح نستعمل تاع المحلات. نحط عليه كميه تاع ما كيما راكم تشوفوا ونعاود نصفيها. ما تخافوا لا يتعجن لكم لا والو، جربوا برك الطريقه هذه واكيد المراحل. كيما راكم تشوفوا هنا ضفت له ملعقه صغيره تاع ملح باه يجينا بنين، اذا استعملتوا تاع الدار اكيد راح يكون مملح. هنا ضفت له ثاني حوالي 2 ملاعق تاع زيت عادي، نفوت الزيت هذه كامل على الحبيبات. سر من اسرار الكسكس تاعكم باه ما يجيكمش لاصق في بعضه انكم تضيفوا له الكميه تاع الزيت هذيك. حطيته كيما كنتوا تشوفوا في القصعه تاعي، غطيته خليته ينشف. من جهه واحده اخرى كما راكم تشوفوا لاكوكو تاعي تقلات يعني ما شاء الله. البصل تاعي هذه كذاب، ما الطماطم تاعي دخلت المكونات كامل لي زيبيس. هنا نمرقوا ما سخون باه اكيد نكملوا طياب. سكرت على لاكوكو تاعي وخليت لاصوص تاعي طيب. من جهه واحده اخرى هنا راح نوجد معكم الحميص. اكيد احنا مع البربوشه يا اما نديروا حميص يكون حار، يا اما نقليو كميه تاع فلفل. حطيتهم اكيد يتشوطوا هنا. شوطهم فوق الطابونه كما كنتوا تشوفوا. تحبوا تستعملوا ولا تجربوا الطريقه تاع الفور ثاني بزاف هايله، انا حبيت هذاك لوغو تاع الحريق. هنا كما راكم تشوفوا البربوشه تاعي اكيد بعد ما تشربت لي هذاك الماء كامل عاودت فتحتها بالطريقه اللي كنتوا تشوفوا فيها. وهنا راني يد من ويد من كما راكم تشوفوا، يد مع الحميص ويد مع البربوشه تاعي. هنا جوست ما الكميه اللي تتشوط لي ما درتش هنا كميه كبيره، جوست زوج حبيبات تاع فلفل حار وحبيبه تاع فلفل حلو مع حبيبه تاع طماطم. بعد ما تشوطوا لي حطيتهم في الساشي كما شاركت معكم طريقه بزاف هايله باه يتنحى لكم هذوك القشور كامل ولا هذيك الطبقه اللي تحرك تنحى لكم بكل سهوله. حطوها في ساشي، سكروا عليها وخليوها حوالي 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. هنايا رجعت البربوشه تاعي كيما شفتوني بعد ما فتحتها بيان وتشربت لي هذاك الماء كامل اللي غسلته به. هنايا حطيتها في الكسكات تاعي كما راكم تشوفوا، غطيتها بون طاغشون وحطيتها تفور. حاولوا تخليوها مده مليحه باه تفور لكم تجيكم رطبه وما تجيكمش حرشه، وثاني تجيكم كل حبيبه وحدها. هنا كما راكم تشوفوا رجعت الحميص تاعي شوطته مليح، انا نحبه يكون طايب مش جوست نطيب له هذيك القشره اللي تكون من فوق.
والطريقه تاع نحطوا الفلفل تاعنا ولا الطماطم تاعنا في الساشي بزاف هايله يا البنات، تخليكم القشره هذيك اللي من فوق دار لكم بكل سهوله، تقدروا تنحيوها حتى بيدكم. وهنا من الاحسن انكم ما تستعملوا لا ما لا والو، تحافظوا على اللوغو هذاك تاع التشواط باه يجيكم الحميص تاعكم بنين. كيف هنا كما شفتوني نقيت الحبيبه تاعي تاع الفلفل الحلو، وهنا قلت لكم استعملت حبيبه تاع فلفل حلو مع زوج حبيبات تاع فلفل حار. وهنا الفلفل الحار كان يعني حار، انا نحب الحميص يكون حار، نحب نستعمل كميه تاع فلفل حلو مع كميه تاع فلفل حار. اذا كنتم ما تفضلوا الحلو استعملوا جوست الحلو برك. هنا ثاني ضفت له ثاني سنينه تاع ثوم كيف شوطتها. هنا الطريقه اللي نستعملها انا كي تعود سنينه، ما تقدروش مثلا تحطوها فوق الطابونه تاعكم ولا تحطوها مثلا فوق الكويزينير تاعكم، جوست دخلوها في العود تاع الشواء وحطوها، راح تجيكم سهله تشوط لكم. حتى وعندكم زوج حبيبات ولا ثلاثه راح يجيكم ساهلين انكم يتشوطوا لكم، واكيد بلا ما يطيحوا لكم لتحت على خاطر هما حبيبات صغيورين. وهنايا اكيد بعد ما نقيتهم كامل كما شفتوني الفلفل الحلو مع الفلفل الحار وكيف ثاني الطماطم. هي الطماطم جينيرالمون تنحى لكم بكل سهوله بعكس كما نقولوا الفلفل. قطعتهم هنا قطع، تحبوا ترحيوهم، كاين اللي يحب الحميص تاعو مرحي تحبوا ترحيو عادي. وهنايا تقولنا كل وحده تقولنا عاداتها وتقاليدها، اكيد على حسب كل منطقه. اسكو ديروا نتوما العشاء تاع نصفيه، حنا نقولوا له النصفيه ولا النص من رمضان، حنا نديروا العشاء تاع النص تاع رمضان ونديروا ثاني العشاء تاع 27. كاين اللي يحط كيما نقولوا حنا العشاء هذا يحطوه مع الفطور، كيما نقولوا ديري الفطور تاعك وزيدي معاه حاجه تقليديه. كاين اللي حتى من وراء التراويح بعد يروحوا اكيد الرجال يصليوا التراويح ويصليوا التراويح ويجيو في السهره نعاودوا نحطوا نقولوا العشاء تاع النصفيه. اكيد خليونا في التعليقات كل ولايه ولا كل بلاصه وعاداتها وتقاليدها. يعني الجزائر تاعنا راهي بلد القاره، فيها بزاف اكيد عادات وتقاليد، كل منطقه كيفاه. وكاين ممكن اللي ما يديروش العشاء هذا، ليسونسيال كل وحده تخلينا رايها في التعليقات. كما شفتوني هنا بعد ما قطعت الحميص تاعي حطيته في طبسي، ضفت له كميه تاع اكيد ملح وكميه تاع زيت الزيتون. اللي ما يحبش زيت الزيتون ممكن تستغناي عليه وتضيفي له الزيت العادي. اكيد السنينه تاع الثوم ربيتها بالنسبه للتزيين، انا هنا زينته جوست هكذا بحبيبات تاع زيتون، يجي بزاف يشهي، خاصه اللي محبين الحار. انا نحب الحميص ونحب الفلفل المقلي، نحب نضيفه خاصه مع هكذا مع الاكلات التقليديه. خليت الحميص تاعي اكيد بجي كما دائما نقول لكم لازم نديرو شويه بكري بيتشرب لنا زيت الزيتون ويجينا بنين. هنا رجعت للبربوشه تاعي كما راكم تشوفوا بعد ما فارت لي الفوره الاولى فتحتها وهي سخونه، نضيف لها كميه تاع ماء ولا نعاودها بكميه تاع ماء. هنا بالنسبه لي يحبوا مقادير مضبوطه ولا المبتدئات، كل كاس تاع بربوشه حاولوا انكم تضيفوا له فنيجير يكون صغير تاع ماء، واكيد ضيفوه والبربوشه تاعكم سخونه باه تتشرب هذاك الماء كامل. هنا كما شفتوني خليتها غطيتها وخليتها تشرب هذاك الماء كامل. بعدها عاودت رجعت ليها فتحتها بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، وكما راكم تشوفوا راهي كل حبيبه وحدها على خاطر هذيك الكميه تاع الزيت اللي ضفناها لها راح تخلي لكم البربوشه تاعكم يعني ما شاء الله. كيف حطيتها في الكسكاس تاعي، عاودت غطيتها بالطرشون ونرجعها تفور للمره الثانيه. مع البربوشه تاعي اكيد والحميص لازمنا نحليه ولا لازمنا عصير نفوتو به البربوشه تاعنا. راح نشارك معكم عصير ولا اروع كي تجربوه، كي البنه كي الصحه بزاف، هاي الخاصه اللي عندهم فقر الدم يا البنات. هنا واش نحتاجو فيه، عندي كميه تاع تشينا هنا كنت محتفظه بها في الكونجيلاتور. هنا راهي بدون قشور، تحبوا تستعملوا لي بالقشور لكم الاختيار. تحبوا تعصروا اكيد التشينا تاعكم اذا كانت عندكم تشينا فري. هنا جوست ما حطيت الكميه تاع تشينا حوالي زوج حبات يكونوا كبار، حطيتها في الاشوار تاعي. راح نضيف لها زوج حبيبات برك تاع فراز كانوا متوفرين عندي، ضيفوا الكميه اللي حبيتوها. وراح نضيف قطعه تاع بطراف. صدقوني يا البنات اللي عندهم لانيمي، اذا كنتي حابه تقضي على لانيمي في اسبوع العصير هذا شربيه يوميا. اذا تحبي تكثري كميه تاع البطرف اكيد وتحبي كما نقولوا لو تاعو تقدري تحمليه ولا تغطيه بالحوامض. صدقوني البنه تاعنا ما في العصير هذا يا البنات البنه تاعو ما تبانش نهائيا، راح تاكلي كميه كبيره وراح تشربي الفايده تاع البطرف بلا ما تحسي بلوغو تاعو هذاك اللي كامل ما نحبوش. بعد ما رحيت المكونات كامل كما كنتو تشوفوا كانت الفراز تاعي وثاني تشينا كانوا مكونجلي كما شفتوهم كي رحيتهم جاو ثقال ولا جاو على شكل لا كريم. ولكن جوست ما ضفت لهم كميه تاع الماء. هنا بالنسبه للماء ضيفوا كما حبيتوا، كل واحد كيف يعرف والله يحب القوام تاع الجو تاعو. هنا بالنسبه للحبيبه تاع تشينا ولا زوج حبيبات تاع تشينا مع زوج حبيبات تاع فراز، وكما شفتوا قطعه صغيره تاع بطراف راح تمد لكم حتى 2 لتر تاع عصير ولا زوج لترات تاع عصير.
هنايا صفيت العصير، اكيد كل واحد كيف يحب، اللي يحب لي بولب هذوك وعادي ممكن ما يصفيهش. اذا كنتو ما تحبوش كي حالتي ممكن انكم تصفيوه. شوفوا لي يا البنات لا كولير تاعو تجي هايله، البنه روعه، صدقوني بالطريقه هذه ما تحسوش. خلاص قلت لكم بلوغو تاع البيضراف، تقدروا ديروه يوميا وتشربوه حتى في الايام العاديه بدون رمضان. صدقوني يكون كل يوم هكذا تشربوا كاس، ممكن صباح واحد العشيه، خاصه قلت لكم اللي عندهم فقر الدم. صدقوني علاج لفقر الدم كيما نقولوا في اسبوع راح نشوفوا النتيجه. هاولي كرا العصير يجي ثقيق اللي يجي بنين، جربوه يا البنات على ضمانتي. رجعت هنا للبربوشه تاعي، اكيد بعد ما فارت لي الفوره الثانيه كما راكم تشوفوا راح نضيف لها كميه صغيره تاع زبده ولا تاع مارغرين. من الاحسن كنت عود عندكم عفوا زبده تكون طبيعيه، راح تجي بنينه، تجي هايله يا البنات بها. اكيد انا ما كانتش متوفره عندي. وهنايا البنات لاستيس اللي نمدها لكم، مثلا اذا حبيتوا ديروها هكذا ممكن انكم ديروا كميه زايده شويه تاع بربوشه، وانكم ديروا زوج اطباق في طبق واحد. ديروا كما نقولوا حنا الفطور ولا العشاء تاع النص تاع رمضان، وديروا ثاني معها السحور ديروها مسفوف. جوست فوروها كما راكم تشوفوا بالطريقه اللي كنتوا تشوفوا فيها، واكيد تحتفظوا بكميه. تزيدوا لها كي تجيو تسخنوها في السحور، تزيدوا لها كميه تاع زبيب وكميه تاع سكر، وانتم وجدتوا الفطور تاعكم. هذه جوست بركه تدبيره حبيت اني نشاركها معكم. وانا جيت اكيد باه نسقي معكم البربوشه تاعي. صدقوني يا البنات جات واحد البنه شهيتكم حبيبتي في الجنه، جات بنه ولا اروع، خاصه اللي يحبوا الكسكس بالكرشه. قلت لكم تقدروا ديروها بالدجاج، تقدروا ديروها ثاني باللحم. احنا للامانه كل مره كيف نديروها، انا المره هذه برك كي عاد متوفره عندي الكرشه وصراحه تشهيتها حبيت اني نديرها بالكرشه. وهنا كيما شفتوني سقيتها عادي، حطيت كميه تاع بربوشه، واكيد نفتحوا الفتحه هذيك باه ندخلوا لاصوص باه تجينا كامل كيما بعضها. لاصوص عفوا جات ثقيقه كيما شفتوها، جات بنينه. البربوشه تحب لاصوص تكون شويه ثقيله، اكيد ما تجيش شورورو باه تجيكم بنينه. هنا بالنسبه للتزيين كما راكم تشوفوا زيناها بالخضره اكيد اللي طيبناها في لاصوص. تقدروا تضيفوا اي خضره حبيتوها، كاين اللي يحب مثلا الخرشف، كاين اللي يحب مثلا اللفت، نتوما واش ما حبيتو. مام بالنسبه للاصوص كاين اللي يحب مثلا يدير لاصوص اللي تجي صفراء اللي تجي بيضه، نتوما واش ما حبيتو. ولكن بالطريقه هذه راكم تشوفوا فيها جات تجي حبيباتي، جات بنينه وجات خفيفه. والطريقه اللي درنا بها الكسكس تجيكم كل حبيبه وحدها، ما يجيش لازق في بعضه. قلت لكم خاصه للمبتدئات اللي يحبوا كما نقولوا مقادير مضبوطه، جوست تبعوا برك الطريقه وضيفوا هذيك الكميه تاع الزيت. هنا كما راكم تشوفوا الحميص ثاني يجي شهي جا حار. قلت لكم خاصه لمحبين الحار يا اما ديروا مثلا فلفل حار معها، انا نحب الاكلات التقليديه يا اما حميص يا اما فلفل حار يكون مقلي، يمد بنا هايله. وكيف كيف ثاني مع العصير اللي جاي شهي جا ثقيق وجا بزاف بنين. جربوه ثاني بالطريقه هذه حبيباتي. نقول لكم لهنا الفيديو تاعنا وصل لنهايته، نقول لكم شهيتكم في الجنه. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم والوصفات نالوا رضاكم. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تبخلوش عليا بليجام واكيد البارطاج. انا مبقاني نقول لكم صحه فطوركم. سلام حبيباتي، سلام.